طبعا بعد كل اللي قلناه على السوشيال ميديا فلازم يبقى للعلم جانب برضه. في مقال اتنشر في موقع سايكولوجي توداي اتكلم فيه عن السوشيال ميديا بعمق حبتين. اول حاجة، الموضوع على السوشيال ميديا مش مجرد احنا عاوزين نوري للناس ايه، قد ما احنا عاوزين نوري نفسنا التانيين شايفيننا ازاي، والا ممكن نعيش محتقرين نفسنا اكتر من احتقار الناس لينا. تاني حاجة، هنعمل اللي مكسوفين نعمله في الحقيقة، الكلام اللي مكسوفين نقوله في الواقع هنقوله في العالم الافتراضي ومحدش شايف وشنا، وكمان هنصلح مليون مرة في الجملة قبل ما نبعتها. تالت حاجة، هندخل نشوف صورة أي حد عاوزين نشوفه من غير ما يعرف، ونشوف أخبار أي حد من غير ما يعرف إننا بنراقبه أو مهتمين بيه أصلا. إحنا أقوى بكتير على السوشيال ميديا. في استطلاع رأي عمله مركز بيقول الدراسات، جابوا 1800 شخص مدمنين على السوشيال ميديا، لقوا إن كلهم عندهم توتر بسبب الناس اللي بيشوفوهم واللي متابعينهم. ال RSBH اللي هي الجمعية الملكية للصحة العامة عملت دراسة، لقوا إن أكتر من 60% من اللي على الانستجرام بيخرجوا منه مكتئبين ومتضايقين بسبب نظرة المقارنة. ونشرت صحيفة الاندبندنت 6 آثار سلبية لإدمان السوشيال ميديا: فقدان الثقة بالنفس والانطواء، وده بسبب المقارنة زي ما قلنا، أنت عندك وأنا ما عنديش. فقدان التواصل الإنساني الحقيقي، أنت معظم كلامك تكست نصي، فمفيش جو رياكشنات الوش والايماءات وحاجات كتير مش موجوده. يعني انت ممكن تبقى مشغول في حاجه تانية وبعت ايموجي الضحك وانت ما بتضحكش اساسا، حياه مصطنعه بقى. ضعف الذاكره بسبب السكرول السريع اللي انت بتعمله، انت مش مركز في حاجه. القلق وقله ساعات النوم، وده بسبب ان حضرتك فتحت الفيس قبل ما تنام وشفت الكومنت ما عجبكش او خبر وحش، فعقلك الباطن شغال فمش عارف تنام. ضعف الانتباه، وده بسبب ان كل ما يجيلك رساله ولا اشعار تسيب اللي في ايدك وتشوف فيه ايه، ومع التكرار على المدى البعيد بيشتت انتباهك. ده غير التأثير المدمر على السلامة العقلية على المدى البعيد، انت في حالة تعاسة بسبب اللي بتشوفه على السوشيال، وممكن الموضوع يتطور لاكتئاب وقلق مستمر. واحب اختم بحاجة قريتها بس معرفش اوصل لمصدرها بصراحة، بتقول ان كتر القعاد على السوشيال ميديا بيعكس عدم رضا الشخص عن محيطه او بيئته. هي الهبدة منطقية بصراحة، ما هو صح، لو الواحد راضي عن محيطه ومبسوط هيقعد كتير ليه على السوشيال. سلام عليكم.